ولا أنا باحب الكدب ولا باحب الكدابين، مش هاقول لِك إن الطريقة دي والتتبيلة دي تتبيلة المطاعم للفراخ المشوية، وهتوفّري إن أنتِ ما تجيبيهاش تاني في البيت، لأ أنا مش هاقول لِك كده خالص، لإن أنا كده هابقى كدابة، وهابقى كدابة فعلًا وهاخش النار. هاقول لِك الحقيقة، دي أحلى فراخ هتاكليها في حياتِك وعلى ضمانتي، دي مش تتبيلة، دي حاجة كده يعني أنا لو فاتحة مطعم ده أنا هاكسب ده، دي مش تتبيلة، دي ريحتها وطعم وشكل، وعايزة أقول لِك بقى بمكونات بسيطة جدًا، 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 ومش هاقول لِك زي بتاعة المطاعم، والله العظيم أحلى. تعالي أقول لِك بقى التتبيلة السرية بتاعتي اللي بتخلّي الناس كلّها تسألني التتبيلة دي معمولة إزاي وإيه الريحة الجبارة دي يا آية. أول حاجة هتجيبي بصلتين عاديين جدًا غسلناهم، وطبعًا مش هنكتر البصل غالي، وهاجيب قرن فلفل، برضه مش هازوّد، عندي بنت كده صغيرة بنتي الصغيرة ما بتحبش أي حاجة حراقة، فأنا مش هازوّد برضه لازم أعمل حسابها، ما هي لازم تاكل، ما أنا مش هاعمل فراخ وبنتي ما تاكلش. هاقطّع قرن فلفل، بعد كده هاجيب إيه، هاجيب حبّة زي ما أنتم شايفين كده بقدونس وحبّة من الشبت غسلتهم وسِبتهم يتصفوا كويس جدًا وبعد كده هاحطهم. الحاجة بقى اللي بتخلّي لي الفراخ طرية جدًا، 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 على فكرة التتبيلة دي لو عملتوها للحمة يعني هتقطّعوا صوابعكم وتاكلوها معاها. هتحطّي علبة زبادي واحدة، طبعًا دي هتبقى علبة كبيرة، علبة صغيرة، حسب الفرخة بتاعتِك. أنا فرختي كبيرة حوالي 2 كيلو ونُص إلا حاجة بسيطة. حطيت عليهم إيه، حطيت عليهم معلقتين من الزيت، حطيت عليهم 3 معالق من الخل، يالّا بقى بينا على التوابل ومحل العطارة زي ما الناس مسمياني، آية هنفتح محل عطارة، عشان بنعمل التتبيلة. هتحطي معلقتين كبار من الملح. عايزة أقول لِك على حاجة، التتبيلة دي قبل 12 ساعة، يعني أنا عاملاها من بالليل وأنا هاشويه تاني يوم الصبح. حُط معلقة كبيرة بابريكا، نُص معلقة من الشطة، حُط نُص معلقة من الكمون، نُص معلقة من الكزبرة، نُص معلقة من الفلفل الأسود، نُص معلقة من ال7 بهارات، وحطيت كمان عليهم نُص معلقة من الخلنجان. الخلنجان ده يا آية روحي بس عند العطار وقولي له عايزة خلنجان، لا إما تجيبيه مطحون، لا إما ما تجيبيهوش مطحون، بس الأحسن إن أنتِ لو عندِك مطحنة كويسة هاتيه من الراجل واطحنيه أنتِ في البيت، عشان خاطر تضمني إنه مش هيحط عليكِ أي إضافات، وساعتها هتاكلي أحلى فراخ، أو أي حاجة هتحطيها عليها هتبقى حاجة كده تحفة. حُطّي عليهم رشة من البصل باودر ورشة من التوم الباودر. أحط عليهم إيه تاني يا آية، معلقة كبيرة من الصلصة بس. التتبيلة دي كتير، توابل كتير. أنا عايزة كل حاجة يبقى طعمها حلو ويبقى ريحتها حلوة، لازم أتبّلها تتبيلة مضبوطة. لكن تحطّي لي ملح وفلفل أسود وتقولي لي كده خلاص وإيه ده هي طعمها ليه مختلف عن عن الأكل اللي إحنا بناكله برّه، ما هو مش أنتِ اللي مش مضبّطاها، مش أنتِ اللي مش مخلّياها كده تتبيلتها حلوة وريحتها حلوة وطعمها حلو. أقول لِك بقى على السر اللي هيخلّي لِك الفراخ تجنّن، وما تقوليش هيسكّر لي الأكل، أنا عارفة الناس دي. معلقة عسل أبيض، أيوه، ده هيسكّر الأكل، لأ ده هيلمّع لِك الأكل، هيطرّي لِك الفرخة، هيخلّي لِك شكلها بيبرق كده والبتاعة طعمها حلو أوي، وهيضبّط طعم البصل. خُدي الحاجات اللي إحنا حطيناها دي كلّها افرميهم، وتعالي بقى زي ما قُلت لِك أنا جِبت فرخة كبيرة خلّيت الراجل يقطّعها لي 12 عشان خاطر كمان تستوي معايا بسرعة، وفي نفس الوقت تشرب التتبيلة من كل حتّة فيها. غسلتها كويس جدًا، جدًا، جدًا بالدقيق واسيبها تتصفّي. بعد كده هاجيب الطبق زي ما أنتم شايفين، هاحط عليه الفرخة واحط عليهم التتبيلة. لو لقيت التتبيلة بتاعتي كتيرة عن الحجم الفرخة، هاسيب جزء من التتبيلة زي ما أنا معوّداكم ونحطها في الفريزر، تبقى سهل علينا إن إحنا نطلّعها في أي وقت، إن إحنا نستخدمها لأي نوع من البانيه. على فكرة التتبيلة دي جامدة للبانيه المشوي وللحمة، جرّبوها والله بجد تجنّن. هنحط الفراخ وهنحط التتبيلة وأنا سِبتها في التلاجة لغاية 12 ساعة. شايفين متقطّعة كده كُميلة، بس أنا بقى عاملة فلتر وحركات في الفيديو عشان الناس طلبت منّي اعملي لنا بقى فلتر وحاجات كده. يالّا أهو، يالّا مش حارماكم من حاجة. هنحط التتبيلة ويالّا بينا بقى عشان خاطر هاعمل إيه تاني يوم، هاشويها على طول. عندِك الشبكة زي بتاعتي دي تمام، ما عندكيش هتحطيها على الشبكة العادية بتاعة الفرن. أنا حاطة تحتيها الصاجة بتاعة الفرن وحاطة فيها مَيّة، وكنت عاملاها على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. شايفين الشكل، شايفين المنظر، والله هتاكلوا صوابعكم وراها. قُلنا بقى شوية حبشتكنات كده بشرنا جزر وخلّينا شكلها جميل. هاكل إيه جنبيها إيه، والله العظيم عيش وطحينة وسلطة هتبقى جامدين، بس عشان خاطر عندي العيال مش هياكلوا بعيش عملت رز بالجزر والبسلة. هتلاقوا طريقته تنزل لكم قريب. قولوا لي الطريقة بتاعتي جامدة والّا مش جامدة؟ ولو عندكم طريقة تانية اوعوا تبخلوا عليَّ بيها واكتبوا لي في التعليقات وجربوها وقولوا لي كلتوا صوابعكم وراها والّا لسه صوابعكم في إيدكم. أنا مين؟ آية فاروق، مع السلامة.